يا مساء السعادة من هنا على أحلى وأغلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الكفتة بالرز. كفتة اللي بالرز اللي التحفة اللي مفيش حد بياكلها من ايدي الا لما بيقول لي شابو يا رانيا. بجد بجد ولا احلى ولا اطعم من كده. انا طبعا عندي اللي بيحبها بالبطاطس واللي بيحبها بصلصة من غير بطاطس، وطبعا في اللي بياخدها وهي مقلية وسندوتشات وسلطة ومع نفسه. يلا بقى بسرعة كده عشان نشوف القمر ده احنا عملناه ازاي. اول حاجة النهاردة احنا هنعملها في الخلاط يا راني. ايوه، بمنتهى السهولة اللي في الدنيا. عندي من كل حزمة، من كل حاجة حزمة، معنى حزمة بقدونس وكزبرة وشبت. طبعا الحزم دلوقتي صغيرة ما يستاهلوش، يعني عيدان يعتبروا. تمام. وبتنزلي بحوالي 3-4 قرون احمر على اخضر، فلفل حامي او بارد براحتك، وبصلايه واحده كبيره او بصلتين وسط، وتضربيهم كويس قوي قوي في الخلاط مع نص كوبايه ميه او كوبايه الا ربع من الميه. بنزل دلوقتي بعد ما ضربت كويس قوي، بنزل بحوالي 250 من 250 جرام من اللحمه المفرومه، يعني ربع كيلو. ومعايا حوالي 5-6 فصوص توم، وبفرم الجميع زي ما انت شايفه كده. كده انا فرمته جدا جدا، خليته زي ما انت شايفه. الخليط بقى ناعم خالص، حتى اللحمه اختفت. تمام. طيب انا دلوقتي المفروض كنت صفيت الخليط ده، انا للاسف نسيت. ولازم ابقى يعني زي ما انتم متعودين من رانيا، لازم اقول الحقيقه ويبقى في مصداقيه ما بيننا. فالمفروض ان انت تصفي الخليط ده الاول عشان ما ياخدش منك دقيق رز كتير. انا نزلت هنا بحوالي اللهم صل على النبي كيلو الا ربع من الرز او نص كيلو رز الاول بدات. فهو لما انا ما صفيتش الخليط اضطريت ان انا احط كمان كيلو الا ربع. يعني الخليط كله خد مني، هتشوفوه دلوقتي بالتدريج، حوالي 3 كوبايات ونص من الرز المطحون. وبتنزلي بمعلقه صغيره من الكربوناتو او بيكنج باودر، وملح وفلفل وكزبره وكمون وبس. على كده لو في بهارات لحمه حطي، مفيش خلاص، لاني لا انا عايزه احس بكفته الرز اللي ماما معودانا عليها واجدادنا معودانا عليهم. انا مش عايزه اي حاجه تتغير فيها. كان عندي هنا لسه قطعه لحمه اكتشفتها يعني، فقلت والله لو واخداها من غير فرن من غير حاجه، ودعكتها ورحت مزوده حوالي ربع كوبايه من الرز المطحون. طبعا الرز انا غسلته وحطيته على حاجه لحد ما نشف بس، وبعد كده طحنته في المطحنه بتاعتي. وادي يا ستي احنا كنا بنحمر، انا حطيتها بس في التلاجة بس لمده 10 دقايق، وبعد كده صبعت على طول. صبعت او شكلتها صوابع ورحت محمره زي ما انت شايفه كده. انا والله التصوير عندي كان وقف في الحته بتاعت وانا بعمل الصوابع، وقف معايا وكان معرفش فيه ايه بصراحه، التليفون ميله. الحمد لله رب العالمين. فلحقت جزء الحمد لله، لقيت لسه جزء اهو. كانت في اواخر الكفته، بدات اعمل منها كور ودي كانت في اواخرها خالص. في القلي انا كنت هنا عشان الكميه كانت كبيره، كنت بقلي في طاستين، واحده الاتنين عشان الكميه كانت كبيره عشان اخلص بسرعه لاني كنت لوحدي. تعالوا بقى هنا دلوقتي شايفين الكميه معايا تحفه، مفيش احلى من كده. انا لازم اغمقها لان انا بسيبها بره التلاجة، اسحب منها الكميات اللي انا عايزاها كل ما اجي احب اعمل بصلصه. تمام. لو ما انتش عايزه كده يبقى هتحمريها اللي هو التحمير اللي هو الذهبي وتخزنيها في الفريزر. تمام. علشان لو انت ما عملتيش كده ما حمرتهاش كويس، لو انت هتسيبيها بره هتعمل طبقه عفن وهتبوظ معاكي بسرعه مادام بره الفريزر. تعالي هنا بقى نعمل بقى الصلصه بتاعتنا. معايا بصلايه صغيره خالص ومعلقه سمنه على معلقتين زيت، وبشوحهم كويس جدا لحد بس ما يدوني اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. انا معايا خلطه على طول في باب التلاجة. الخلطه دي عباره عن عن ثوم وفلفل اخضر حامي وبارد، دول على طول مفرومين ومحطوطين عندي في التلاجة ومن غير اي توابل، بس انا بفرمهم كده بس. وبعد كده بنزل بيهم بمعلقه صغيره زي ما انت شفتي كده، بتعلي التيست جدا 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 فوق ما تتخيلي. بحتاجها جدا دايما باخد منها لاكلات اللي فيها الصلصه، المكرونات، الطبيخ كده بتبقى جميله قوي. الطواجن بتبقى تحفه قوي. وفي الاخر لما تحط حته كده بقى معلقه صغنطوطه كده بتدي تيست اعلى كمان. ماشي. يعني دلوقتي احنا حطينا الصلصه اهو معانا. انا كان عندي الصلصه دي طبعا باينه قوي انها متسبكه وكانت متفرزه، انا يا دوب حطيتها وبقلبها كويس قوي. برده هاخد برده معلقه من الثوم اللي انا قلت لك عليه، يعني نص معلقه صغيره كده، وهروح جايه حاطه عليها على الصلصه
تبقى ايه اهي شايفانا، دي تبقى يعني زي ني في ني كده وتتسبك. واول ما تبتدي تتسبك معايا هننزل دلوقتي مع بعض بالايه، هننزل بمكعبات البطاطس. عايزه تحمريها الاول قبل ما تحطيها براحتك، عايزه تحطيها كده زي ما انا حطيتها حطيها، لاني صدقني انا بحط الاتنين مع بعض والنتيجه بتبقى تحفه، ومفيش حاجه فيهم بتتكسر ولا حاجه فيهم بتتهري، والاتنين بياخدوا تسويه. لان انا كل الموضوع كله بدي حوالي غلوتين بصوا ممكن اعد كده بتاع ايه حوالي 5 دقايق واروح طافيه عليها وبتبقى 100 100. ادي دلوقتي البطاطس حطيتها اهي، شايفين الصلصه معايا متسبكه ازاي. هنزل بقى دلوقتي بالايه، بالكفته بتاعتي. ما تقوليش ان الكفته محروقه، لا انا اللي بحب اغمقها علشان زي ما قلت لك اسيبها بره وانا مطمنه. عايزه اقول لك لو انت حتى سبت البيت في اي وقت وسافرتي في اي وسايباها بره التلاجة، اقسم بالله تقعد معاكي شهر وزياده، ما دام هي واخده التحميره بتاعتها المظبوطه، علشان ما تعملش طبقه عفن وتبوظ منك لو انت محمرات تحمير الدهب الايه اللي هو الخفيف ده. هنيجي دلوقتي ننزل بالشوربه بتاعتنا. هتنزلي، انا هنا بكتر الشوربه شويه علشان طبعا انا حطيت الكفته والبطاطس هياخدوا تسويه بعض، فاهماني؟ يعني مش هتحطي تاني، مش هتزودي اي حاجه تاني. بس خلاص كده انا كده ايه حطيت كده ده الشوربه ده المظبوط بتاعتنا. انا عندي هنا بدات هنا، بصوا بقى انا عايزه حبيتكم بس اوريكم ان بصوا الشوربه اتشربت، فاهماني؟ عشان كده كتري الشوربه وانت بتحطي على الصلصه شويه. وادي يا ستي قدمت، طبعا كنت عامله جزء بس ده كان جزء بسيط في طاسه كده لوحده، ورز بالشعريه طبعا عملناه مع بعض كتير. والف الف هنا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واللايك ما تنسيش اللايك.